السلام عليكم الدراري. في هذا لا فيديو اخبار مهمه وكثيره وعاجله. خبر عالمي لا اناحي، وخبر ايضا ديال زياش قليل اللي غادي يعرفوا وغيكبر في عيونكم. وايضا الجامعه رسميا احتجاج بقوه على التحكيم واش اللي دارت. وايضا بونو بغى فريق عالمي، وشنو قال اوزيل وشفانشتايغر وعلى المنتخب المغربي. نبداو بالتفاصيل. اول حاجه، احتجت الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم بقوه على تحكيم مباراه المنتخب المغربي ضد فرنسا بقيادة السيد سيزار أرتورو راموس المكسيكي. جاء ذلك في رسالة للهيئة المختصة تضمنت الحالة التحكيمية التي حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم، مستغربة في نفس الوقت من عدم تنبيه غرفة الفار لذلك. وتؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق منتخبنا، مطالبة بالإنصاف في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الظلم التحكيمي الذي مورس على المنتخب المغربي. من الآخر المكسيكي صراحة من أسوأ الحكام اللي شفت، خصوصا الماتش البارح. جوج ضربات الجزاء ولا واحد رجع فيها الفار. وبالنسبه لأوناحي الخوت، حسب الصحفي ديفيد أورنستاين من صحيفه ذا أتلتيك قال: يمتلك عز الدين أوناحي عده اهتمامات من انجلترا واسبانيا والمانيا. عقده مع اونجي الفرنسيه حتى عام 2026 ولا يوجد شرط جزائي، ورغم ذلك توجد احتماليه لمغادرته. وايضا موندو ديبورتيفو الاسبانيا قالت: احتاج أوناحي 6 مباريات فقط ليضع اسمه بقوة في خارطة كرة القدم الأوروبية. من المتوقع أن يتضاعف سعره مع بدء وصول العروض. وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو أيضا قالت بالفيفا ستعلن غدا الجمعة عن تنظيم مونديال الأندية بالمغرب في الفترة ما بين 1 إلى 11 فبراير 2023. وواحد القضية الخوت، حسب ما كيتقال حاليا بلي النجم المنتخب المغربي زياد غادي يتبرع بالمكافأة ديالو لكأس العالم اللي كتقدر بأكثر من 300 مليون مغربيه للفقراء في المغرب. وكتمنوا صراحه تعطى الناس اللي محتاجه، ماشي دوك الناس الاخرين راكم عارفين اللي كيفرقوا بيناتهم. وبالنسبه لبونو الخوت، حاليا ضمن اهتمام نادي بايرن ميونخ بعد ما تعرض نوار للكسر وبالتالي انتهى الموسم ديالو. وحاليا كيقلبوا على حارس باش يكون الحارس الاساسي حاليا حتى نهايه الموسم. وبالنسبه للناس اللي هنئوا المنتخب المغربي، كتب اوزيل: لا يزال التاريخ يصنع، لا عيب في أداء الليلة، يمكن لجميع المغاربة أن يفخروا بشكل لا يصدق. وأيضا باستيان شفاينشتايغر أسطورة المنتخب الألماني قال: تهانينا للمغرب، يجب أن تفخروا بما حققتموه، لقد صنعتم التاريخ. صراحة أنا الخوت مقعد ديما نقول كل شيء باين، وكنتمنى نحصلوا على المركز الثالث ضد كرواتيا نهار السبت إن شاء الله. ولي فراسكم.